مين من الفنانين المصريين قدر ينجح في انه ينتج لنفسه او لغيره، ومين من الفنانين فشل تماما في الانتاج الفني حتى لو كان هو بطل العمل اللي بينتجه؟ لايكك الجميل يا صديقي اللي بتدعمنا بيه، وتعالوا نعمل قائمة صغيرة كده ما بين مين من الفنانين نجح في الانتاج ومين فشل ولسه بيفشل. هحكي لك. خبرك ايه؟ خبرك اسود. الله، ده انت قبيح قوي. اول فنان معانا هو اذكى فنان مثل وانتج لنفسه ولغيره، وهو الفنان الكبير فريد شوقي. ليه هو الاذكى؟ لانه قدر ينتج افلام ناجحه جدا اذا كان فيها او مش فيها. يعني عندك مثلا فيلم جعلوني مجرما، او فيلم الفتوه، او حتى فيلم انا الحب اللي كان من بطوله شاديه اللي نزل سنه 54. فريد شوقي كان هو الذكي، كان اللي قادر ينتج اعمال ضخمه جدا بفنانين كبار قوي، وفي نفس الوقت قادر يعمل اعمال الناس تحبها وتعيش مع الوقت، مش بس فكره فلوس والسلام. فيعتبر هو الاذكى تقريبا معانا. دلوقتي بس ظهرت براتي عدالة المجتمع اتأخرت عني. خلصنا الأذكى، طب تعالوا بقى نروح الناحية التانية ونشوف الفنان محمد هنيدي وشركة تارجت برودكشنز اللي الإنتاج الفني التابعة لمحمد هنيدي. الشركة دي بيقال إن هي ساهمت في إنتاج فيلم يانا يا خالتي اللي نجح نجاح كبير بسبب شخصية خالتي نوسة. إنما لو جينا بصينا على الأعمال اللي أنتجها مؤخرا محمد هنيدي، هتلاقي إنها من أفشل الأعمال في تاريخ هنيدي تقريبا. عندك مثلا فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، أو مثلا فيلم مرعي البريمو. الأعمال دي كانت من إنتاج محمد هنيدي ومن بطولته، وبرغم كده مفيش بني آدم حب الأعمال دي، وإنتاجيا كانت من أضعف الأعمال اللي قدمها هنيدي في حياته. فهل هو كان بيوفر عشان يكسب أكتر؟ ما هو ساعات في فنانين بينتجوا عشان بس المكسب مش أكتر. جبت الفلوس منين؟ بعت البطيخ اللي في الشقه كله. نور الشريف بقى الله يرحمه ما كانش بيهمه الفلوس في الإنتاج، لأنه كان بينتج الحاجة اللي هو عايزها تطلع للناس، وأكبر دليل هي الأعمال اللي من إنتاجه. عندك مثلا فيلم ناجي العلي، واحد من أهم الأفلام اللي قدمها نور الشريف تقريبا في حياته. ده غير كمان فيلم آخر الرجال المحترمين، أو فيلم حبيبي دائما اللي قالب الدنيا لحد النهاردة. ده غير إنه ساهم في إنتاج فيلم سواق الأتوبيس. فنور الشريف كان من الناس اللي بينتجوا عشان أهمية الرسالة اللي جاية بتتقدم في الأعمال، عشان كمان كان في منتجين ما بيرتوش ينتجوا الأعمال الهادفة، كانوا عايزين أعمال تنجح جماهيريا والسلام. فنور الشريف واحد من الرجال المحترمين اللي كانوا بينتجوا في الفن المصري. 4 سراير يعني 4 تلاميذ. سرير 4. نعم، ده سرير عرض 120 سنتي. بما اننا بقى اتكلمنا عن الأذكياء، فخلينا نروح لوحش الانتاج والتوزيع في مصر، وهي الفنانة الكبيرة إسعاد يونس. الفنانة إسعاد يونس ما نجحتش بشكل كبير قوي في التمثيل كفنانة، إلا إنها نجحت بشكل رهيب كمنتجة موزعة لأهم الأعمال المصرية اللي نزلت مؤخرا. عندك مثلا آخر فيلم لعادل إمام في السينما هو فيلم زهايمر، أو مثلا فيلم زي لا تراجع ولا استسلام اللي كان من بطولة أحمد مكي، واللي يمكن الفيلم ده بالتحديد ساهم بشكل كبير قوي في نجومية مكي عند الجمهور. ده غير إنها أنتجت لفنانين كبار قوي زي مثلا محمد هنيدي في أمير البحار وغيره. الفنانة إسعاد يونس ممكن تكون ما قدرتش تنجح بشكل كبير كممثلة، ويمكن أشهر حاجة وأنجح حاجة عملتها كمسلسل بكيزة وزغلول، إلا إنها قدرت تنجح في الإنتاج والتوزيع بشكل مرعب، وده بسبب ذكائها الإداري لأعمالها في الشركة بتاعتها. عايزين شويه فلوس. طب وهنعمل ايه؟ وانا عايزه فلوس عشان اجيب شامبو عشان شعري. آخر حد معانا وهو صاحب شركة TH برودكشن، وهو الفنان تامر حسني. تامر حسني تقريبا بينتج معظم أفلامه أو الأعمال بتاعته. عندك فيلم ريستارت، تاج، البدلة، مش أنا، معظم الأفلام، فيلم بحبك، معظم الأفلام اللي عملها تامر حسني مؤخرا كانت من إنتاج شركته. لأن تامر حسني يمكن هو الوحيد في الجيل الجديد ده، أو في الجيل اللي موجود حاليا، هو اللي قادر ينتج أعمال كويسة، إلا إنه بس يدور على الكتابة الكويسة ويبعد عن كتابة الأعمال. هتلاقي إن هو ما بيبخلش على الأعمال بتاعته، ويمكن تاج كان من أكتر الأعمال اللي اتصرف فيها مقارنة ببقية أعمال تامر حسني. هو بس يبعد عن فكرة الكتابة ويجيب كتاب كويسين لأعماله. انا بحبك يا شيماء. طب تخنتي. طب تعالى لي بقى، تعالى. دول كانوا 5 أسماء في عالم الفن، كل واحد فيهم استخدم الإنتاج السينمائي أو الفني بطريقة مختلفة. قولوا لي انتوا بقى مين الأهم ومين الأذكى؟ وفي أسماء تانية كتيرة كمان أنتجت أفلام في السينما من فنانين أنا ما قلتهاش. قولوا لي انتوا رأيكم في كل الأسماء اللي قلناها، وترى في أسماء تانية أهم كمان أنا ما قلتهاش. مستني رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. اشوفكم الفيديو الجاي. خلاص بقى انت ايه دي مش مصاصه دي يا حبيبتي، دي خلصت خلاص. لسه ما خلصتش. طب انا هقعد استنى لغايه ما تاكلي كل ده؟